السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعي هعمل معاكم محشي كرنب ومحشي كوسة. وهعمل ان شاء الله النهاردة ايه. اليوم ده كان يوم الجمعة، غدا يوم الجمعة. طبعا كنت عاملة معاه فراخ. وعشان كمان ايه يعني كان عندنا كان اخر النهار كده ياسين كان عنده نادي، كان عنده حفلة في النادي. كان اخر النهار كده، فقلت ايه اعمل غدا يوم الجمعة. تمام زي ما انتم شايفين كده. كنت عاملة ايه؟ كنت عاملة محشي كرنب ومحشي كوسة. وطبعا دول قرنين فلفل كده، بحب احط الفلفل، يعني بحب ريحته في المحشي قوي. يعني هو انا ماليش في محشي الكرنب، بس انا بحب ريحته في المحشي قوي. تمام. بص بقى، انا طبعا كنت عامله المحشي قبل كده معاكم كذا مره على القناه. كنت عامله خلطه المحشي ويعني طريقه المحشي وكده. فانا ايه، عشان الفيديو ما يبقاش طويل، فانا جبت بعد ما خلصت يعني هقول لكم على طريقه التسويه بتاعته وبعض التكات كده فيه ان شاء الله، عشان ايه يطلع معاكي مظبوط بامر الله. كنت عامله محشي كرنب ومحشي كوسه. طبعا الكوسه مش كتير، يعني كان حوالي كيلو ونص او 2 كيلو حاجه زي كده. طبعا الكوسه ما بتملهاش للاخر زي ما انت شايفه كده، يعني بسيبي حوالي عقله فيها عشان خاطر الرز طبعا بيزيد فيها، فعشان ما تبقاش مليانه ويقع بره يعني المحشيه وكده. زي ما انت شايفه كده. طبعا دي الحله كنت عامله فيها التسبيكه، فانا حشيت فيها. تمام. معايا بقى هنا بقى ايه والكرنب، يعني دي شتت عليه تاكلي احلى كرنب. بص بقى، هنا كنت جبت ايه، كنت عامله شوربه طبعا اليوم دوت. عامله شوربه، اسقيه بالشوربه، وحتى كمان في الشوربه مكعب مرق. وعايز اقولك على احلى حاجه بتدي طعم للمحشي. شيلي معلقتين صلصه بتاعت اللي هي التسبيكه بتاعت المحشي، وزوديها شوربه. يعني عايزه اقولك بتدي طعم حلو قوي ولون حلو قوي قوي للمحشي. زي ما انت شايفه، يعني طبعا جبت الشوربه، حطيت على المعلقتين بتوع التسبيكه اللي هو بتاعت المحشي، حطيتهم في الشوربه، ومكعب مرق، وطبعا اي توابل بقى، ومعلقه سمنه كده في الاخر. السمنه لو كمان بقى، لو سمنه بلدي بقى يا سلام، تاكلي احلى محشي. وطبعا هنا ولعت عليه وحطيت عليه. بتحطيه طبعا على نار عاليه. بس برضو الكوسه برضو بنفس الخلطه بتاعت الكرنب. بص بقى، عايزه اقول لك تاكلي طبعا تخلي بالك ان الكوسه بتنزل ميه، فما تزوديش لها شوربه قوي يعني. فلما تحتاجي يكون احسن. طبعا الكرنب اهم خطوه، لازم تحركي الحله وتهزيها كده عشان خاطر ايه، الشوربه تنزل تحت، ما تبقاش يعني ايه، يعني ما يكونش في مكان ومش واصل له شوربه. انت بتهزيها كده كويس وتلفيها كده وتلفيها مرتين كده بايدك، بحيث ان هي الميه بتاعته الشوربه تنزل تحت وتسويه كله. طبعا بتحطيه الاول على نار عاليه، وبعد كده بعد ما تحطيه على نار عاليه يعني نص السوا كده، وتروحي موطيه عليه شويه وتسيبيه يستوي بقى مع نفسه. حابه تحطي طبقه بقى على الوش عشان بص بقى، هنا بقى كان خلاص استوى، يعني بقى حاجات بسيطه وبطفي عليه. بص بقى جميل ازاي، شكله حلو ولونه حلو. حابه تغمق اكتر من كده كمان، ممكن تحطي معلقه صلصه من الصلصه اللي هي المعلبه كمان مع الشوربه، هتغمقهولك اكتر من كده. بس هو كده تمام. بص انا بقى اوريكم. بص الرزايه برزتها ما شاء الله، لا معجنه ولا اي حاجه، يعني صراحه كان طعمه وكانت ريحته كانت في منتهى الجمال. والكوسه كمان هي خلاص هي بتستوي. بصي داخله في السوا، لونها اتغير هي والفلفل. طبعا زي ما قلت لك، حابه تحطي المحشي الكرنب، بصراحه انا عمري ما حطيت له طبقه من على الوش عشان يستوي. يعني بشوف ناس بتحط طبقه كده عشان يستوي، لا انا عمري ما حطيت طبقه. انا بعلي عليه في الاول، وما يخش في السوا كده بروح جايه موطيه عليه النار واسيبه مع نفسه زي ما انت شايفه كده. انما انا احط طبقه في الوش كده، لا والله، انا بعمله كده على طول بيطلع مستوي مية مية. اهم حاجه تظبطي النار بتاعتك عشان خاطر ايه، يعني ما تكونش حله صغيره وتعملي النار عاليه جايه من جميع الجوانب كده، وتعملي النار عالية عليها ويبقى في النص كده هيطلع ني. واكلنا والحمد لله واتغدينا طبعا، وحمرنا الفراخ واكلنا. طبعا هنا بقى كنت رحت النادي مع ياسين، وديت النادي. بصوا
كان بيحب اللعبة دي قوي، الزحليقة دي ولا مش عارفة اسمها ايه، بيحبها قوي. يعني هو اول ما بيشوفه حتى واحنا ماشيين في الشارع بيشاور لي عليه عايز يخش يلعب عليه. بس بقى الاطفال ربنا يا رب يسعدهم. واسيبكم بقى مع ياسين بقى في النادي بتاعه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.